قصد تهيئة الأجواء للمواطنين والسماح لهم بأداء فريضة الصيام في أجواء تسودها السكينة، سطرت عناصر الأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية والشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، وهذا بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان مراقبة فعالة للإقليم، وذلك لتقديم خدمة ذات نوعية لفائدة المواطنين. محمد أمين عزوز. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقصد تهيئة الأجواء للمواطنين والسماح لهم بأداء فريضة الصيام في أجواء تسودها السكينة، سطرت عناصر الأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بتأمين المناطق الحضارية والشبه الحضارية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، وهذا بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان مراقبة فعالة للإقليم، وذلك لتقديم خدمة ذات نوعية لفائدة المواطنين. بمناسبة شهر رمضان المبارك وضعت شرطة سيدي بلعباس مخطط أمني وقائي يسهر على تسهيل حركة المرور. يقوم بتجسيد هذا المخطط تشكيلات من الوحدات العملياتية في الميدان بغرض ضمان الأمن والسكينة العامة ومكافحة كل أشكال الجريمة. هذا المخطط يتضمن نشاطات اتصالية مكثفة بالخصوص تشمل مجالات السلامة المرورية. كذلك هذا المخطط يعمل على مراقبة وتسهيل حركة المرور ويمتد إلى غاية ساعات متأخرة من الليل عبر الفضاءات والساحات العمومية خاصة الشوارع والطرقات التي تعرف كثافة مرورية. بالموازاة مع ذلك سطرت شرطة سيدي بلعباس حملات تحسيسية توعوية حول السلامة المرورية تحمل شعار معا لرمضان دون حوادث مرور. آمال دحماني، شابة